اخبار سريعه ومهمه جدا عن الروك ورومان رينز وكودي رودز في ريسل مانيا، وظهور فيديو جديد لهجوم كيفن اوينز على راندي اورتن من كاميرا مراقبه، واخيرا حقيقه اصابه ايجي ستايلز وجدول مواعيد الترايبال شيف رومان رينز. Give me a hell yeah! Acknowledge me. عندنا شوية أخبار كده لازم نتكلم فيها عشان نفهم إيه الدنيا وإيه اللي ممكن يحصل الفترة الجاية. نبدأ كده أول حاجة بالروك. الصحفي ديف ميلتزر، الصحفي ده مشهور جدا ومعظم جماهير المصارعه عارفاه. المعلم ده طلع خبر بيقول فيه ان الروك هيكون مشغول في تصوير فيلم او مسلسل ليه في الفتره بتاعه ريسل مانيا 41، والروك مش هيشارك في ريسل مانيا 41. ده الخبر بالنص كده اللي ديف ميلتزر طلعه. طبعا الخبر ده قلب الدنيا كلها حرفيا، اللي هو ازاي يعني الروك ما يشاركش في ريسل مانيا بعد كل البناء اللي بيحصل ده؟ ازاي؟ امال كان لازمتها ايه ان هو يرجع في باد بلاد ويعمل اللي عمله ويرفع حاجبه والكلام اللي قاله في اللايف وكل الكلام ده؟ كان لازمته ايه كل الكلام ده طالما الروك مش هيشارك في ريسل مانيا 41؟ لازمته ايه؟ فالخبر ده ساعتها قلب الدنيا بشكل جامد جدا. ففي واحد بقى من الناس كتب كومنت للروك على الانستجرام وقال له هو انت فعلا مش هتشارك في ريسل مانيا 41؟ فالروك رد عليه ساعتها وقال له ما تصدقش الهري ده هبد اشاعات، معنى كلامه يعني. فالروك بنفسه اهو اعلن ان هو هيكون موجود في ريسل مانيا 41 وضرب ضربه قويه جدا لكلام ديف ميلتزر وخلى شكله بقى وحش جدا يعني. واصلا يعني عشان تبقوا فاهمين بس، الصحفي ده لا بيطيق الدبليو دبليو اي ولا الدبليو دبليو اي بتطيقه ولا اي حاجه خالص. بقالهم 30 سنه ما حدش فيهم بيطيق التاني، كارهين بعض حرفيا يعني. هو منحاز اكتر للاي اي دبليو. انا واحد عامه من الناس ما باخدش منه خالص اي اخبار للدبليو دبليو اي من فتره كبيره جدا يعني، لان 90% من اخباره عن الدبليو دبليو اي بيحصل عكسها تماما على طول وبتبقى اشاعات. والكومنت بتاع الروك يعني حط عليه حتى سودا وخلى شكله وحش جدا قدام كل الناس. تمام كده؟ تمام. ركز بقى كده معايا في اللي جاي عشان نشوف ايه اللي ممكن يحصل سريعا كده باختصار في الحدث الرئيسي لريسل مانيا. بص يا معلم، الروك هيشارك في ريسل مانيا 41 وهيلعب ماتش واحد من الاثنين دول، يا اما ماتش ثلاثي مع رومان رينز وكودي رودز على اللقب، يا اما ماتش فردي مع رومان رينز برضه على اللقب. هتقول لي ازاي فردي مع رومان رينز على اللقب واللقب المفروض مع كودي رودز؟ فازاي يعني؟ هقول لك. بص يا معلم، في اخبار كتيره جدا قالت ان كودي رودز ممكن يخسر لقبه قبل ريسل مانيا في الرويال رامبل مثلا كده ولا حاجه، او في اول عرض رو على نتفليكس في 2025. ولما كودي يخسر اللقب هيخسره ساعتها للروك. فلو الخبر ده حصل فعلا بجد والروك بقى هو اللي معاه اللقب، فساعتها في ريسل مانيا 41 هنلاقي الروك ضد رومان رينز على بطوله الدبليو دبليو اي. لكن لو الخبر ده ما حصلش فانت هتلاقي الماتش الثلاثي هو اللي هيحصل. اعتقد المين ايفنت لريسل مانيا مش هيخرج بره الماتشين دول. ولكن هيجي لي بقى حد كده نبيه كده ودماغه حلوه كده وبيفكر، هيجي ويقول لي لو افترضنا ان الروك خد اللقب من كودي رودز قبل ريسل مانيا، طب ازاي بقى رومان رينز هو اللي هيلاعب الروك على اللقب في الحدث الرئيسي لريسل مانيا؟ والمفروض ان اللي بيكون في الحدث الرئيسي لريسل مانيا قدام البطل المفروض بيكون هو الفايز بالرويال رامبل. يبقى ازاي رومان رينز هيلاعب الروك؟ ازاي؟ ده لازم اللي يلاعب الروك ساعتها يكون هو الفايز بالرويال رامبل. هقول لك يعني ما شاء الله عليك انت نبيه جدا وسالتني سؤال انا سعيد بيه. ليه بقى؟ لان هو ده بقى الخبر اللي انا جاي اقوله لك، وهو ان بنسبه 95% رومان رينز هيشارك في ماتش الرويال رامبل 2025، ومش بعيد كمان يفوز بالرويال رامبل 2025، وساعتها يقدر يكون في الحدث الرئيسي لريسل مانيا 41 زي كل سنه، وساعتها يقدر يلاعب الروك على بطوله الاندسبيوتد دبليو دبليو اي. ده لو الروك يعني ساعتها بقى هو البطل. بس ايا كان يعني مش هتفرق كتير، ايا كان سواء الروك كان هو البطل او كودي رودز هو اللي مازال البطل لحد ريسل مانيا، سواء اي حد من الاثنين دول دخل ريسل مانيا وهو بطل الدبليو دبليو اي، فصدقني اعتقد ساعتها رومان رينز هو اللي هيفوز بالرويال رامبل 2025 وهيقابلهم في الحدث الرئيسي لريسل مانيا 41. وللعلم على فكره رومان رينز ما شاركش في الرويال رامبل بقاله 4 سنين من 2020، وخبر مشاركته لسه مش رسمي، بس حرفيا الكل بيتكلم عن الخبر ده. اصلا بيتكلموا عن ان هو اللي ممكن يفوز بالرويال رامبل، مش بس ان هو هيشارك، لا دول عدوا المرحله دي اساسا. ده هم دلوقتي بيتكلموا ان هو ممكن فعلا يفوز بالرويال رامبل اصلا يعني. بس يعني وانا عن نفسي بصراحه يعني شايف ان الكلام فعلا ممكن يحصل، الكلام ده فعلا ممكن يحصل، لان دي دلوقتي الطريقه الوحيده اللي هتخلي رومان رينز يكون في الحدث الرئيسي لريسل مانيا بعد ما خسر اللقب.
بس كده يعني. عموما لسه شويه على الكلام ده، بس انتوا عارفين ان ريسل مانيا والرويال رامبل هم اهم عروض في السنه، فانت بتلاقي الاخبار عنهم ابتدت تنتشر من قبلها ب3 4 شهور كده ولا حاجه يعني. فخبر مشاركه رومان رينز في ماتش الرويال رامبل ده ما كانش ينفع افوته خالص يعني، فده كده حاجه. تاني حاجه برضو عندك كودي رودز وتريبل اتش اعلنوا كذا مره في كذا مقابله ان ريسل مانيا 41 هتكون اضخم واجمد من ريسل مانيا 40. اللي هو انا ما اعرفش هتكون اضخم واجمد ازاي بصراحه، ده يعني كفايه ظهور عم الشركه وعم المجال كله الاندرتيكر في ريسل مانيا 40، فاللي هو يعني ريسل مانيا 41 هتبقى اضخم من كده ايه يعني. انا مش عارف بصراحه، بس ماشي تمام، انا هصدقهم فعلا لان دي ريسل مانيا يعني غصب عنهم لازم هيطلعوها بشكل جامد وشكل ما حصلش يعني. بس يعني فاعتقد كلامهم عن ريسل مانيا مش بياعين كلام في الحته دي يعني، عشان ريسل مانيا بس ان شاء الله يعني ان شاء الله. بس كده ده كده بخصوص الروك ورومان رينز وكودي رودز. بعد كده بقى هنتكلم عن هجوم كيفن اوينز على راندي اورتن في الكواليس. انا في فيديو سماك داون توقعت ان ممكن هما الاثنين يكونوا متفقين وعاملين الفيلم ده كله، ولكن الظاهر كده شكلهم مش متفقين ولا اي حاجه خالص. ليه؟ لسببين. السبب الاولاني ان انتشر فيديو على السوشيال ميديا من كاميرا مراقبه، بنلاقي في الفيديو ده ان هما الاثنين كانوا بيتكلموا عادي جدا وبيشدوا مع بعض في الكلام، فراح جاي كيفن مره واحده راح جاي ضارب راندي وقلب عليه وعمل فيه اللي عمله، والفيديو ده انتشر امبارح. فلما شفته بصراحه حسيت ان يعني ممكن يكون لا مش متفقين ولا حاجه، خصوصا ان اللقطه تحس ان هي جايه بشكل منطقي شويه، شدوا مع بعض في الكلام فكيفن اتعصب وراح جاي ضربه. بس يعني انا بصراحه لحد دلوقتي متضايق جدا من اللي حصل ده بجد يعني. طب كيفن اوينز يقلب على كودي رودز ده عادي جدا وكلنا كنا مستنيين كده، وكودي رودز يستاهل عشان راح يتعاون مع رومان رينز وكل الكلام الحلو ده، لكن ليه راندي اورتن؟ ليه؟ ايه السبب يا جدعان؟ ده بيضربوا بغل جامد بغل ده، ولا اكن راندي اورتن هو اللي اتعاون مع رومان رينز يعني. انا عاوز افهم بس انا موقفي ايه دلوقتي لما اجي احكي الحكايه دي للناس بعدين يعني. موقفي ايه ساعتها؟ اقول للناس ايه؟ اقول لهم ايه؟ اقول لهم كيفن اوينز قلب على راندي اورتن عشان راندي كان بيحوش بينهم بس كده يعني. انا مش فاهم بجد والله يعني. اعقلوا الكلمه بجد والله، اعقلوا الكلمه. هي الدنيا جرى فيها ايه يا جدعان؟ بقى راندي اورتن الافعى الفايبر هو اللي بقى فيس وبيحوش بينهم وصوت العقل وكلام. ايه الكلام المحترم ده يا جدعان؟ ايه الكلام المحترم ده اللي الواحد بقى بيسمعه ده؟ ايه ده حاجه بقت صعبه جدا يعني، والواحد ما بقاش قادر يستحمل الاحترام ده حاجه بقت غريبه والله يعني. وكيفن اوينز برده ما تفهمش بقى ماله، مش فاهم. البلاد لاين خلوه ماشي يدب في اي حد يعني، حاجه غريبه والله. عموما شكلهم كده هيخشوا في عداوه مع بعض الفتره الجايه، ومش بعيد يلعبوا ضد بعض في كراون جول، مش بعيد. وممكن يفضلوا يدبوا في بعض كده شويه لحد لما راندي اورتن مثلا يعني يلاقي كودي رودز بيروح ينضم تاني لرومان رينز في سرفايفر سيريز وور جيمز بكامل ارادته. فساعتها راندي اورتن يكتشف ان كيفن اوينز كان عنده حق ان هو يقلب على كودي رودز، فساعتها كيفن وراندي اورتن يتصالحوا ويقتنعوا ان كودي رودز هو اللي يعتبر خانهم فعلا. فساعتها بقى يعملوا معاه الصح ويحطوا عليه حطه سودا ومنيله ب 60 نيله من اللي قلبك واللي قلوبنا كلها تحبها دي. فده برضو سيناريو من السيناريوهات المهمه جدا اللي ممكن تحصل، ممكن يعني. انا عامه حاسس ان نهايه الكلام ده كله سواء متفقين او مش متفقين، فحاسس ان كل ده هيودينا في الاخر لغدره راندي اورتن بكودي رودز. عموما برضو خلونا نستنى لحد لما نشوف هيحصل ايه الاسابيع الجايه، خلونا يعني ما نحكمش من دلوقتي. بس انا لما شفت الفيديو ده قلت اوريه لكم عشان يعني نبقى ماشيين مع بعض بس كده. السبب الثاني اللي انا نسيت اقوله لكم، وهو ان عم بخه شكله كده ملوش في اللف والدوران. الحاجه اللي بتحصل قدامك هي دي اللي هتحصل بس، لكن تقول لي بقى لف ودوران ومتفقين من ورا كودي رودز وكل الكلام ده، لا غالبا الكلام ده مش مع مستر بخه خالص يعني. بس برضو بلاش نظلم الراجل، احنا برضو ناس متربيين ومحترمين، وبلاش نظلم الراجل ونستنى الاسابيع الجايه ونشوف هيحصل فيها ايه بس كده. بعد كده بقى للاسف ايجي ستايلز اصابته طلعت بجد مش سيناريو. بيقولوا ان هو اتصاب في اللحظه دي لما رجليه تقريبا اتنت او ركبته في حاجه اتنت عامه يعني، والدبليو دبليو اي اعلنت بنفسها عن الموضوع ده. وايجي ستايلز متضايق جدا من الاصابه لان عودته المره دي كانت جوله اعتزاليه يعني. المره دي هو كان راجع يعتزل، هيدخل في سيناريو في الثاني في الثالث وفي الاخر هيعتزل، ولكن الاصابه بوظت عليه كل حاجه او اجلت الموضوع شويه يعني، ولسه مش عارفين ايه اللي هيحصل الفتره الجايه معاه بس كده. الإصابة طلعت بجد مش سيناريو. اخر حاجه بقى كده يا رجاله، رومان رينز المفروض هيشارك الفتره الجايه في سماك داون حبه حلوين كده، هيشارك 7 مرات. الله اكبر الله اكبر
يا دعاك اللي جاب ياما، يا دعاك اللي جاب ياما. انا مش مصدق نفسي ان انا بقول الكلام ده على رومان رينز، انا مش مصدق نفسي. اللي هو 7 مرات مع رومان رينز، يعني ايه الرقم ده؟ معقول؟ تمام ماشي يا مسهل، الواحد ما يكرهش، بالعكس يعني. هيشارك في سماك داون الاسبوع الجاي يوم 18، وفي سماك داون اللي بعديه يوم 25، وهيفوت سماك داون يوم 1 نوفمبر، لكن هيشارك في كراون جول وفي 3 سماك داون بعد كراون جول، وهيشارك في سرفايفر سيريز. يعني 7 مرات خلال الشهرين الجايين دول، مش هيفوت غير مره تقريبا او مرتين تقريبا يعني. بس كده، ده كده الجدول بتاع رومان رينز الفتره دي، ويعني حلو جدا بصراحه، وكده اتعشت قوي، لان كده وش هيحصل تطورات جامده جدا الفتره الجايه في قصه البلاد لاين. هتبتدي الاحداث تجري بقى كده شويه حلوين. طول السنه كانوا بيبنوا فيهم، دلوقتي خلاص بقى رومان رينز رجع، والبناء المطلق ده خلاص خلص. فالواحد مستبشر خير بصراحه الفتره الجايه، وبالاخص في سماك داون. وبس كده يا معلم، هي دي معظم الاخبار والتوقعات اللي انتشرت خلال الفتره اللي فاتت دي كلها. ولكن قبل ما نقفل احب ارد على اخويا محمد غالب، وبقول لك بص، يعني فقرات رومان رينز ما بتبقاش كل عرض، عشان كده ما بحبش اكروتها، دي بتبقى مره كل فين وفين يعني، فعشان كده بحب اديها حقها جامد. اما بقى اخويا ركان الجنيدي من السعوديه، فبقول لك بلاش يا اسطى تبقى مصارع، بلاش، حياتهم صعبه جدا وجسمك هيتدغدغ، بلاش. اما بقى حته ان جاي اوسو يرجع باستمرار تاني مع رومان رينز، فاعتقد لا، لان كل المصارعين بيحبوا يطوروا من نفسهم، وهدفهم دايما ان هم يوصلوا لبطوله العالم. فجاي اوسو مش هيعرف يعمل كده غير وهو لوحده، فاعتقد مش هيرجع تاني تاك تيم مع اخوه وياخدوا القاب التاك تيم تاني وكده، لا خلاص الفتره دي خلاص خلصت وعدت يعني. اما بقى بول هيمن، فده الوحيد اللي مش معروف له اي وقت خالص لعودته لحد دلوقتي يعني. واخيرا احب اقول لك ابقى اتغطى كويس قبل ما تنام، بس يعني. اما بقى اكس ار، فبقول لك عندك حق جدا، الاندرتيكر اتكلم عن الموضوع ده، بس اعتقد طول ما المصارع الفيس جايب مع الجماهير والجماهير ما ملتش منه وبيبيع كويس، فهو مش هيتحول لهيل. فعشان كده كودي رودز لسه بدري عليه جدا على ما يقلب هيل. اما بقى الطلب اللي انت طلبته، فحاضر ان شاء الله باذن الله هبقى ابدا فيه الفتره الجايه ان شاء الله. اما بقى اخويا طلال من السعوديه، فبقول لك الظاهر كده ان كلنا عندنا اجماع بان كودي رودز لما يتحول هيل هيبقى اجمد مليون مره من الفيس. اما جونتر، فحاسس ان هو هيخسر اللقب يا اما لسي ام بانك او بروك ليزنر او جون سينا او لسيس فريك رولينز، ما اعتقدش هيطلع بره الاربعه دول. اما جاي اوسو، فاعتقد يا اما برون بريكر يا اما برونسون ريد، بس كده. اما بقى اخويا بابجي سنايبر اللي بيكره رومان رينز جدا ومعترف بسولو سكوا، فبقول لك هو راندي اورتن جامد جدا طبعا وكل حاجه ومفيش اختلاف على كده، بس في الوقت الحالي اعتقد صعب يغطي على رومان رينز بالطريقه اللي انت قصدك عليها. اعتقد يعني انت اصلا بتقول الكلام ده عشان يعني انت بتكره رومان رينز بس، مش اكتر يعني. واخيرا بشكر اخويا مشعل من السعوديه، يعني تسلم جدا ليك يا حبيبي والله العظيم على التحفيز وعلى الكلام الحلو ده، بجد والله تسلم جدا ليك. وبس كده يا معلم، قول لي بقى في الكومنتات، تفتكر ممكن رومان رينز فعلا يفوز بالرويال رامبل السنه دي ولا لا؟ مستني بقى اعرف رايكم في الكومنتات، وما تنساش تحط لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس وتوصلك كل جديد. وبس كده يا معلم، خلص الكلام.